القصة الكاملة لفضيحة هدير عبد الرازق. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة. لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بأخبار التيك توكر المصرية الشهيرة هدير عبد الرازق التي تواجه اتهامات بالتعدي على القيم الأسرية للمجتمع ونشر فيديوهات فاضحة. ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق، ولاحقا قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها بكفالة 50,000 جنيه. لكن القصة لم تقف عند هذا الحد، حيث تسربت مقاطع فيديو مخلة لها سرعان ما انتشر فيديوهات هدير عبد الرازق بشكل واسع على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل. المقاطع المصورة خلال علاقة حميمة وجدت ردود فعل متباينة من المتابعين، لكن التيك توكر خرجت في مقطع مصور وقالت إن الشخص الذي ظهر معها هو زوجها، قائلة: الشخص اللي كان معايا في الفيديو مش اللي بيطلع معايا في الفيديوهات، اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنة الله ورسوله، واحنا اتجوزنا ولم أعلن عن زواجي لأنه أمر شخصي. يذكر أن هدير عبد الرازق انفصلت عن زوجها الذي يدير ملهى ليلي بعد زواج دام ل3 سنوات. بدأت هدير عبد الرازق نشر فيديوهات مثيرة للجدل، حتى لاحقها أحد المحامين ببلاغ إلى مكتب النائب العام، لكنها اعتذرت عن تقديمها المحتوى، ما أدى إلى تنازل المحامي عن البلاغ. اختفت التيك توكر هدير عبد الرازق فترة، لكنها عادت مرة أخرى لنشر فيديوهات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لتثير الجدل من جديد بفيديوهات أسقطتها في قبضة المباحث. تنشر هدير عبد الرازق فيديوها تتحدث فيها عن منتجات تجميل وطرق وضع المكياج وأحدث صيحات الموضة، وتعطي نصائح للسيدات